السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة تورتتين من مقاس 20. كنا عملناهم في الفيديو اللي قبل اللي فات من الاسبونج اللي بدون محسن وبدون عجان. ان شاء الله هنعملهم مع بعضينا. وانا كنت عاملة 2 تاني مقاس 18 برضو زي ما انتم ما شايفين كده، زينتهم بس انا ما جبتهمش عشان اقصر عليكم مدة الفيديو. هنبدأ على بركة الرحمن، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. انا هنا معايا كذا تيب، هننقي منهم التيبات اللي هنشتغل منها. تقدري تحطيه في الكيس الحلواني وتشتغلي منه وانت بتحشي، وممكن ما تستخدموهوش وما تبقيش محتاجه له. حطيت انا طبعا في العجان، انتوا عارفين انا بستخدم كريمه ريتش المتحده. حطيت كوبايه من الكريمه، عليها نص كوبايه من السكر، عليها كوبايتين من الميه. في الشتاء بتاخد كوبايتين من الميه، انما في الصيف بناخد كوبايه ونص من الميه. وهنا انا بدات احشي كده زي ما انتم ما شايفين، وعملت السيرب زي ما انتم عارفين برضو شطار بسم الله ما شاء الله، يعني انتوا خلاص حفظتوا. بحط كوبايتين من الميه على كوبايه من السكر، وعايزه تحط لها عصره ليمون تمام، مش عايزه تحطي تمام. وبعدين تبداي ترفعيهم على البوتاجاز مده 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. بمجرد ما يدوب السكر مع الميه خلاص بتبداي تطفي عنه، يبرد تبداي تشتغلي بيه. وكده احنا خلاص كده جلسنا التورته الاولانيه، وهنبدا بقى نعملها بالزجزاج اللي انتوا شايفينه دوت، سكرابر الزجزاج. وتاخدي من كل الجوانب وتبداي تشيلي الكريمه الزايده، وتمسحي كده البورد بتاعك وتنضفي المكان بتاعك وانتي شغاله. تبداي بقى تاخدي انا معايا هنا كيس من الجيلو الابيض اللي هو الشفاف. هبدا اخد منه شويه، حبه كده عشوائيين بس، يعني ما نكترش عشان بس ما نهدرش، على قد الشغل اللي احنا هنشتغله. وهحط لون اخضر نقطه واحده زي ما انتي ما شايفه كده، وهنبدا نلون بيه الجيلو. عايزه تحطي بقى احمر حطي، عايزه تعملي اي لون يعجبك زي ما انت ما عايزه. وهنحطه في كيس زي ما انت ما شايفه، سواء حلواني او اكياس طعام. وتبداي تقسمي التورته بالنص وتمشي عليها باللون اللي انت شايفاه ده. ان شاء الله التزيين يعجبكم. وانا بعتذر طبعا عن التصوير، لان انا دي فيديوهات انا كنت مصوراها وكانت على التليفون. وناخد كل الزوايد اللي انتوا شايفينها من تحت دي عشان ما تتهدرش، ونرفعها معانا على نفس المكان اللي احنا بنحشي فيه. تمام كده. والفايض او الزياده نبدا نشيله ونحطه في قلب البوله، بحيث ان احنا ما نهدرش حاجه. نرجع ناخدهم تاني. تمام كده. ننضف بقى البورد بتاعنا، ونبدا بقى نشتغل فوق من على سطح التورته. هنبدا ننزل كده زي ما انت ما شايفه نقطه كبيره زي ما انت ما شايفه كده بالكيس، وتبداي تسحبي الزياده، تبداي تمسحيها في قلب البوله ضغطه وتمسحي. خلاص كده. معلش بقى انا بعتها بعيد شويه، ما كنتش عارفه بقى انا يعني بستسمحكم في القصه دي. واحده واحده ان شاء الله الواحد في الفيديوهات هيبدا يعني يبقى متمكن فيها شويه. وعملت خطوط زي ما انتم ما شايفين كده، حطيت نقطه ما بين كل فاصل وفاصل، ورحت عامله خطوط ماشيه عليها. هنا انا خدت شويه من الكريمه لونتها باللون الاخضر، بس ما خليتهوش اخضر يعني لونه تقيل قوي، لا انا خليته اللون اللي انتوا شايفينه ده عشان يبقى ماشي مع الجليز اللي انا لونته بالاخضر. واستخدمت التيب اللي هو ساده، ده مقاس كبير. التيب ده مقاسه كبير. في تيب عندي تاني زيه بالظبط اهو، هشتغل بيه اهو، هعمل بيه قلوب. هدوس تكه واسحب لتحت، هحط الاتنين قصاد بعض عشان تديني شكل القلب. تكه صغيره واسحب لتحت، تكه صغيره يعني تنزل من فوق على تخينه واسحبها على رفيع، واحط الاتنين قصاد بعض بحيث ان هم يدوني شكل القلب اللي انتوا شايفينه ده. ابدا بقى اجيب المالديزر الصغير او السبرينكل، وابدا احط في القلوب اللي انتوا شايفينها دي 3 فوق بعض بالطول كده، عشان يديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. التزيين بقى يا بنات ده بتاعكم انتوا. دي بقى الورده انا عملت كده اهي، واحده قدامكم، هعمل واحده تاني معاكم. بتجيبي من تحت لفوق وتنزلي لتحت. هبقى اعملها لكم ان شاء الله فيديو باذن الله تعالى للورد بس والبتلات وكلها، يعني اعمل لكم الفيديو كله للورد والبتلات بس. تاخدي من تحت لفوق وترجعي تنزلي لتحت، من تحت لفوق وتسحبي لتحت تاني، عشان تديكي الشكل اللي انت شايفاه ده.
وحاولي ما تمليش الكيس قوي وانت شغاله في الورده عشان تعرفي تتحكمي فيه، وتشيليها بالمقص وتحطيها في النص زي ما انت ما شايفه كده. اديتنا الشكل ده. هبدا انزل عليها بقى بنقط من الجيلي الابيض اللي انتوا شايفينه، بحيث ان هي تديني شكل نقط الندى اللي بتبقى نازله. يعني الورده لما بتبقى في الارض الزراعيه او اي حاجه زي كده بيبقى فيها نقط كده الندى عشان تديني الشكل ده. هي بقى كده شكلها حلو. يعني انا بعد ما حطيت لها اللي هو النقط ديت عجبتني وشكلها بقى جميل قوي، رحت حاطه لها بقى نقط صغنونه من الفورماسيل دوت الصغير، ما كانش ليهم لازمه، ما عجبونيش. يعني بعد ما حطيتهم خلاص لا لو شلتها هتتبهدل فسبتهم. فانتوا حاولوا ان انتوا لو هتعملوا الورد ده سيبوه كده زي ما هو، شكله كان اجمل. الواحد بعد ما بيعمل الحاجه خلاص مش هيعرف يشيلها، ما تشيلوهاش طالما هتبوظ، يبقى خلاص تبقى حلوه كده. ايه رايكم؟ ان شاء الله تعجبكم. هنحطها بقى في التلاجة. انا التانية جلستها على طول مع نفسي عشان وقت الفيديو. وهبدا امشي كده زي ما انتم ما شايفين من على الحروف، وهسيب الجزء اللي جوه دوت بحيث ان انا اشتغل على طول. يا اما لو عايزاها كلها تعملي سطحها بالشوكولاته هتضطري تحطيها بس في التلاجة مده 5 دقايق، هتمسك معاك على طول ان شاء الله. الجو ساقع، علشان بس لما باجي اعمل عليها بالتيب كده اعمل روزيتات بتبدا تسيح بقى وتجري مني يمين وشمال. فانا سبت الجزء ده فاضي بحيث ان انا لما اجي انزل عليه بالروزيتات ما تجريش مني لا يمين ولا شمال. وننزل كده زي ما انت ما شايفه بدريبات، ونبدا بقى نعمل الرسمه بتاعت السبت بتاع الورد. عارفين سبت الورد يا بنات؟ بيبقى ليه رسمه كده عامله زي مفرغه. تقدري برضو تعملي الرسمه دي في النص طالما التورتايه صغيره بتيب اصغر من كده شويه، وتمشي حوالين منها كده بروزتات داير ما يدور، تقفلي على اللي انت عملتيه. تمام كده. اي فراغ حطي له نقطه كده صغيره من الكريمه وقفلي عليها من تحت. انا بحب تقفيل التورته من تحت يا بنات قوي. اولا بتديها فخامه، ثانيا لو في اي شوكولاته نازله بطريقه عشوائيه بتداريها، وممكن تسيبيها كده برضو بتبقى شكلها حلو. تمام كده. انا هعمل هنا شويه شوكولاته هفردها على ورقه. الورق اللي انا كنت شغاله عليه ده يا بنات كان ناعم قوي، كنت كل ما اجي اسحب كده بالسكرابر الزجزاج كان يضم على بعضه. فانا غيرت السكرابر، غيرت الورقه وبدات اشد بالسكرابر الزجزاج دوت، ادتني الشكل اللي انا عايزاه. الورقه نفسها طول ما هي ناعمه الشوكولاته هتفضل تجري عليها، مش هتديكي الشكل اللي انت عايزاه. وهبدا اجيب بالمعلقه كده شوكولاته بيضه كنت مسيحاها. كل دي شوكولاته خام يا بنات من غير ولا نقطه ميه ولا عليها لبن ولا عليها اي سائل، هي مجرد بس نقطه زيت صغيره بتديها لمعه. او بصي لما باجي اسحب كده بتبقى بتضم على بعضها تاني. فانا غيرتها وعملتها على ورقه تانية، وعملت بصباعي لفوق كده زي ما انتم ما شايفين، وتحت بنفس القصه، بحيث ان هي تديني شكل كده معين هحطه فوق التورته من فوق. وزينت بالسبرينكل الصغير اللي انتم شايفينه دوت. والورقه اهي تبداي بقى تسحبيها بالراحه، لان انا في واحده خرجت مني تمام والتانيه اتكسرت مني. حتى دي اتكسرت منها حته صغيره بس، لكن التانيه دي حاولت اسحبها الورقه اتفتحت فكسرت الشكل. مش مشكله حطيناه، بس انت لو شغاله بقى شغل بره هتضطري ان انت تظبطيها بالمظبوط عشان يطلع لك الشكل اللي انت عايزاه. وعملت كده شويه شبابيك زي ما انتم شايفينها كده، بارات الشبابيك ديت من الشوكولاته في المولد اللي انتم شايفينه ده. صبيت برده شوكولاته من الخام في قلب المولد دوت، اداني الشكل اللي انتم شايفينه. ودي حبه القهوه، مولد برضو على شكل حبه القهوه. وحطيت في الفارغ اللي انتوا شايفينه دوت حبات الشوكولاته دي. عايزه تحطي اي حاجه تاني تمام. ايه رايكم بقى يا بنات؟ يا رب التزيين يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. تقدري من تورته مقاس 20 تطلعي منها تورتتين، تقطعي بالمنشار على مقاس اقل مقاس يديك الاتنين دول. عايزه تقطعي على مقاس اتخن شويه يعني مثلا 8 أو 9 هتطلع لك 4، هتبقى برده حلوه. تعمليها طبقتين تبقوا جمال معاكي. وكنت انا عامله تورته برده مقاس 18 عملت منها 2 هوريها لك في اخر الفيديو. ايه رايكم يا بنات؟ يا رب التزيين يعجبكم وتكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم.